طريقة البريل البيتي. عملنا البريل البيتي مع بعض. بصوا شايفين عامل ازاي، قوامه ولونه جميل. هجرب لكم شوية كده اوريكم الرغوة بتاعتها عاملة ازاي. شايفين جميل ازاي، رغوته وريحته ولونه وقوامه جميل قوي. هنعمل مع بعض البريل البيتي، طريقة اقتصادية جدا وسهلة. ما عادش خلاص هتشتري بريل تاني من بره ولا اي منظف من بره. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. السلام عليكم. انا جبت لكم النهارده وصفة جميلة جدا، قلت لازم نعملها مع بعض سوا. بجد موفرة جدا يا جماعة. هي هنعمل البريل في البيت بطريقة سهلة جدا بمكون واحد بس. هنشوف هنعمله ازاي وهيطلع معانا قد ايه. يلا بينا نشوف معانا ايه. انا جبت معايا هنا كلين ماكس، هو ده اللي هعمل بيه البريل بتاعي. هحتاج ايه او مثلا بعمله ازاي؟ هحتاج 8 لتر ميه. انا عندي هنا الميه 8 لتر، هشوف هحتاجها كلها او هحتاج ازيد او هحتاج اقل. هنعمل وصفه مع بعض وهنشوف هنحتاج ايه. يلا بينا. بص انا فتحت الكيس، في عندي واحد سايل، هما كيسين مع بعض يعني هنجيبهم من عند بتوع المنظفات كده. كيس كبير سايل والصغير ده بودر. تمام، هنزله مع بعض في الطبق ونشوف هنحط ميه قد ايه. زي ما احنا شايفين ده السايل، هفضيه كله، مش هسيب اي حاجه في الكيس. تمام، احنا نزلنا ده الماده السايله. تمام، هنزل بقى بالبودر بالشكل ده. تمام كده، هبتدي بقى انزل بالميه واقلب واحده واحده، مش هنزل بكميه الميه كلها، انا هنزل بالميه واحده واحده واشوف هحتاج قد ايه. هخلط بس دول كده الاول. شايفين لونهم بقى عامل ازاي؟ نفس البريل اللي احنا بنجيبه، نفس اللون، وريحته جميله جدا يا جماعه. يلا هنزل بالميه واحده واحده. خلي بالك يا انس، بالراحه. شاطر. الازازه اللي معايا دي 3 لتر، هنزل بيها واشوف هحتاج تاني ولا لا. تمام كده، انا كل ده بحط الازازه اللي هي 3 لتر وايه واقلب ايدي ما توقفش يا جماعه، الميه نازله وافضل اقلب كده زي ما احنا شايفين. شايفين الرغوه بتاعته عامله ازاي ولونه. شايفين الرغوه قد ايه، القوام بدا يتقل معايا. انا حطيت دلوقتي 4 لتر بس ميه. بصوا كده القوام عامل ازاي، بصوا شايفين تقيل ازاي، جاي كده اللي في الكاميرا. شايفين ولونه وريحته يا جماعه جميل. بصوا جميل قوي. لسه هزود ميه وهقول لكم بالظبط انا حطيت قد ايه. تمام، هو المفروض 8 لتر ميه، بس انا هشوف كده هحط ال 8 لتر او اقل او اكتر. خلاص انا هكمل كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هحط ميه وهقلب بنفس الوقت وهقول لكم. بصوا شايفين قوامه ولونه. بصوا انا كده حطيت 7 لتر ميه بس، فاضل معايا لتر ميه. تمام، مش هحطه دلوقتي. هو المفروض ان انا بسيب الخليط او البريل بتاعي ساعتين. تمام، هشوف بعد الساعتين هشوف قوامه ايه. لو قوامه بقى حلو تمام هنشوفه مع بعض هيبقى عامل ازاي. لو بعد الساعتين لقيته تقيل هزود اللتر الميه ايه اللي فاضل. تمام كده. بس شايفين بجد جميل قوي. بصوا شايفين لونه، شايفين ولا الرغوه جميل والله يا جماعه بجد. شايفين، انا هسيبه دلوقتي ساعتين وهشوف بعد الساعتين كده هوريكم عامل ازاي. تمام، ده الصابون معانا او البريل بتاعنا بعد ما سيبناه ساعتين بقى بالشكل ده. هوريكم قوامه عامل ازاي. تمام، احنا كده حطينا 7 لتر ميه، حطيتش اللتر اللي فاضل. تمام، هنشوف بقى القوام بتاعه عامل ازاي. بصوا
شايفين جميل ازاي؟ انا شايفه ان هو كده تمام مظبوط، مش محتاج اللتر اللي فاضل، فانا هستكفي بيه كده. اللي حابب خفيف عن كده او يخفف القوام بتاعه عن كده يحط لتر الميه اللي فاضل. تمام. هنعبيه بقى في ازاز كده ونشوف هيبقى شكله ايه. كده عملنا خلصنا معانا البريل وعبيناه زي ما احنا شايفين. هنعبيته في الازاز ديت. بصي الازازه اللي هي دي شويبس الاتنين، يعني كده عندي 4 لتر و2 6، وعشان ما فاضلش عندي بس الازاز وده لتر يبقى 7. قوامه جميل جدا يا جماعه، وهو بصراحه جميل مليانه الازاز اهوت ومعبيينه شكله جميل قوي. نحطه في المطبخ ونسحب منه عادي، بجد جميل جدا. بتمنى الوصفه تكون عجبتكم وتستفيدوا منها، ونتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.